يا سلام على جمال الحلاوة الطحينية، وعليها كده معلقة قشطة بلدي في رغيف عيش فينو. الله 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 على الجمال. أنا من عشاق الحلاوة الطحينية. عملت الحلاوة الطحينية جميلة جدا بطريقة سهلة كده وبسيطة. أتمنى بقى تدخلوا جوه الفيديو وتشوفوا عملناها ازاي وطريقة التحضير والمقادير بتاعتنا. دي الطحينه بقى اللي احنا عملناها مع بعض، وقلت لكم في الفيديو السابق ان احنا هنعمل منها حلاوه طحينيه. هناخد منها كوبايتين. اول حاجه هنعملها بنفس الكوبايه اللي فيها الطحينه كوبايه سكر، ولازم السكر يكون سكر ابيض عشان ما لو سكر احمر هيغمق الطحينه. كوبايه ها زيها كوبايه ميه، وعصرة بقى نص ليمونه. لو مش عندك ليمون حطي ذره ملح ليمون، بس انا بصراحه ما بحبوش بحبش اضيفه في الاكل. عصره نص ليمونه ومعلقه جلوكوز. هنبل المعلقه بس هنا كده ونضيف معلقه جلوكوز، عسل جلوكوز، معلقه كبيره. ومعلقة عسل الجلوكوز مهمة جدا لعمل الحلاوة الطحينية. هننزل كل بقى المعلقة كده بالاسباتولا. حطيت معلقه زيت كده، هنوزعها في كل العلبه حتى الجناب اهو، عشان لما نحط الحلاوه الطحينيه هنا تنزل بقى بكل سهوله. اي علبه بقى عندك. نحط بقى عندي هنا فستق كداب وفول سوداني اهو، كنت انا عاملاه من فتره. لو عايزه تحبيها ساده برضو هتبقى جميله. رفعت بقى كوباية السكر وكوباية المية كده على النار، على نار كده هادية. شايفين بقى الفقاعات، واللي عملت بقى رغوة كده عبارة عن سيرب. ده هيغنينا عن ان احنا نشتري عرق الحلاوة اللي بيستخدموه في المصانع، انك تجيبيه بقى وتبليه ليلة كاملة وتعصريه وتاخدي بقى المية بتاعته. فالخطوة دي بديل للعرق الحلاوة، وطبعا عرق الحلاوة مش متوفر في بعض البلاد يعني. عندي دي ميه بقى فيها تلج اهيت. هناخد كده حاجه بسيطه نحطها كده في الميه، نعمل لها اختبار. بسم الله. بسم الله. لو شدت معاكي كده زي اللبانه يبقى كده نطفي بقى على العسل، ما تخلوش يجمد خالص عشان ما تجمدش معاكي الحلاوه. اهم حاجه بس انا عشان ماسكه الموبايل بصوا بقت زي اللبانه. انا كده طفيت بقى. شايفين الشكل ده كده؟ ناخدها بقى ونضربها بقى بالمضرب الكهربائي. والعسل بقى سخن كده، هننزل بقى فيه كده في البوله دي عشان نضربه بقى بالمضرب الكهربائي. اهم حاجه وهو سخن، وننزل المقدار بتاعنا كله، ما نسيبش حاجه يعني في الطاسه. ولازم كمان الطحينة تبقى دافية معاكي، لو كانت باردة هتنزل على السيرب ده هتقفش معانا كده وهتبقى جامدة. لازم ندفي الطحينة. هنضرب بقى السيرب اللي احنا عملناه بالمضرب الكهربائي لغاية ما يفتح معانا، وكمان هيبتدي ان هو يبرد، ونخلي بالنا عشان هو سخن جدا. كل ما بنضرب اللون بيفتح اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. وخطوة الضرب دي بالمضرب اهم خطوة لعمل الحلاوة الطحينية. هننزل بقى بالكوبايتين الطحينة والخام اللي احنا عملناهم. هنضرب بقى كده كتير لغاية ما تحسي كده ان القوام تقل معاكي بالشكل ده كده اهو. ما شاء الله هتدينا كيلو حلاوة طحينية. من كوبايتين طحينة عملنا كيلو حلاوة طحينية. شايفين بقى الجمال اللي ابتدت بقى تتجمع معايا اهو. وممكن كمان لو مش عندك مضرب كهربائي بالمعلقة الخشب، بس ايديك هتوجعك، هتقعدي بقى تقلبي فيها كتير كده، يعني مدة اطول من مدة الضرب بالمضرب الكهربائي. هجيب بقى الاسباتولا هتلم معانا كل الكلام ده. وكل ده بنشتغل في الطحينة وهي سخنة، يعني هي دافية، يعني ما ضربت كده بقت دافية برضو، مش سخنة قوي يعني.
هنضغط عليها بس كويس اهو بالاسباتولا، عشان ايه تبقى مش مفرغة كده ايه من جوه. وهنجيب برضو الفول السوداني والفول الكداب، ونزين برضو ايه على الوش. عايزة تسيبيها سادة كده بس عشان الديكور كده بيبقى شكلها جميل اوي. اتمنى الفيديو ينول على اعجابكم، واتمنى المشاهدة الكاملة، ولو على الاقل اللي مش عايز يشاهد لي نص الفيديو، والمعاملة طبعا بالمثل. بعد بقى ايه ما سوينا كده شكل العلبة من فوق بالاسباتولا، هنزينها بالفول سوداني. مش حابة بقى تزينيها، عايزاها سادة هتبقى جميلة برضو، وده حسب ايه رغبتك. هنحطها بقى في التلاجة، يعني ايه بس بعد ما تبرد هنا بره شوية. هنحطها في التلاجة يعني لغاية ما تجمد، يعني ساعتين كده على الاقل، ونرجع بقى ايه نشوفها مع بعض. خرجنا بقى الحلاوة من التلاجة اهيت، هنشوفها بقى ايه مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله على الجمال. شايفين بقى الحلاوه الطحينيه بتاعتنا، بس الفول سوداني مش عارفه ايه مشى من هنا ليه. هنزينها برضو ايه بالفول السوداني اهوت. شايفين بقى تحفه تحفه بجد، حاجه جميله ضمن نظافتها. ومن كوبايتين طحينه عملنا كميه قد ايه من الحلاوه الطحينيه، جميله جدا. عشاق بقى الحلاوه الطحينيه يعتمدوا بقى الوصفه دي ويعملوها، جميله قوي. تعالوا بقى بينا نقطع كده قطعه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين بقى الحلاوه تحفه تحفه بجد. طريه جميله قوي، تحسوا برضو انها ايه مرمله كده. اكيد طعمها بقى برضو تحفه. الله، جميله جميله. الطحينه فيها فوائد كتيره جدا، فيها طبعا ايه فيتامينات ومعادن غنيه جدا، ابحثوا عنها، فوائدها كتيره ومفيده للجسم قوي. شايفين بقى الحلاوه وجمالها، تنفع بقى لولادك لللانش بوكس، سندوتشات، هتوفر معاكي كتير. تحفه تحفه بجد. الله الله على الجمال. بس هي طريه معايا شويه، يعني للامانه هي طريه، يعني مش خشنه زي اللي احنا ايه بنجيبها من بره. ممكن اكون عشان ضربتها كتير بالمضرب الكهربائي، بس هي مقاديرها مظبوطه. طعمها جميل وما بتلزقش كده في البق برضه، والسكر بتاعها معقول. السكر بتاعها جميل، مش مسكره قوي يعني. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك وكومنت كده حلو زيه. شايفين بقى الجمال والطعامه، حلاوه دي ولا مش حلاوه؟ حلاوه طحينيه دي ولا مش حلاوه؟ في النهايه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.